السلام عليكم، شلونكم؟ معكم أرجوان. اليوم جبت لكم 3 وصفات جديدة سويتها من 2 برجر، يعني 2 برجر استعملت بس وسويت من عندها 3 وصفات. قبل ما أبدي في الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد والضغط على زر اللايك. نبدأ بسم الله. بالبداية في مقلاة نخلي شوية زيت ونخلي البرجر ونحاول نكسره، يعني نفتفته حتى يكون مثل اللحم المثروم. وهنا جبنا فطر مفروم تقريبا ربع كوب فطر، ونخلطه سوية نحمسه. وبعدين خلينا 2 ملعقة صغيرة 7 بهارات أو بهارات جدر، يعني من البهارات اللي تحبوها، ونخلطها سوية. ونغطي الحشو إلى أن شوية حتى يستوي البرجر. وبعد فترة قصيرة تقريبا 4 دقائق 5 دقائق نخلي شوية فطر مثروم، فلفل مثروم قصدي، فلفل مثروم وشوية بصل مثروم، تقريبا فلفلاية واحدة وبصلاية حجم صغير. ونخلي شوية ملح ونتركه إلى أن يذبل شوية البصل والفلفل. وبعدين نخلي شوية طماطة ونقلبه. ونغطيه تقريبا لمدة 5 دقائق. هاي هنا بعد ما كمل الحشو راح نسوي الوصفة الأولى. ناخذ خبز التورتيلا ونخلي لها شوية مايونيز. هاي بالنسبة للصلصة مثل ما انتم تحبون، احنا نحب شوية مايونيز وياها. ونخلي الحشو اللي سويناه، ونخلي هاي هنا. أنا سويت شوية قليت بتيتة مقطعة وقليتها بالزيت. ونحاول نلف التورتيلا مثل ما تشوفون، نسدها من جوا ونلفها حتى ما الحشو يعني يوقع. ونسوي كل الخبز اللي عندنا. هاي اخذت خبزة ثانية وسويت وخليت همين الحشو مثل ما تشوفون، ونخلي شوية بوتيتو وهكذا إلى أن نكمل كل الخبز. ورا ما نكمله نحمصه بالمقلاة، هاي المقلاة الثقيلة الخاصة مال خبز الصاج. هاي هنا أنا أحمص الخبز الصاج اللي في السندويشات. وهي بعد ما كملت السندويشات طعمها كلش طيب، جربوها. وهسه من الحشو نفسه اللي بقى راح اخليه ارجعه شويه بمقلاة شويه وشويه من زيت، ونخلي له او ما نخلي له زيت، ونخلي وياه بيض
وهاي تصير للفطور او حسب يعني وقت اللي او عشاء خفيف، وهم طعمها كلش طيب. وهاي من ضمن نفس الحشو. هاي هنا أنا عندي عجينة البيتزا أو عجينة الفطائر، أنا منزلتها بالقناة، نزلتها بفيديو منفرد. راح أفتحها مثل ما تشوفون بالفيديو، أفتحها بالشوبق. وبعدين راح أقطعها مثلثات. وراح اخلي نفس الحشو، هذا نفس الحشو بقى من عنده، وراح اخلي بكل مثلث راح اخلي شوية حتى اسوي معجنات او فطائر. هاي الفطائر او خبز الصاج او هاي حشو، كل وحدة صار طعمها شكل، يعني هي مو نفس الطعم، لا كل وحدة طعم شكل، كل وحدة نكهة شكل. وهي 3 أفكار تسويها من برجراتين، يعني مو بس هذه 3 أفكار، 3 وجبات تقدرون تسووها يعني بحشو واحد. ومثل ما تشوفون راح ألفها هيجي، وهسه راح ألف كل القطع. وهاي هسه هنا بعد ما كملت اللف وخليتها تختمر تقريبا لمدة 10 دقائق، راح امسحها بشوية بيض وحليب او خل، يعني حسب انتو ما تحبون. اللي ما يحب نكهة البيض يقدر يمسحها بحليب. هاي البيض حتى يعطيها لمعة. وراح اخلي شوية من حبة السوداء عليها، ارش عليها شوية حبة سوداء. نسيت اقول هاي ان انا المعجنات حشيتها هم قطع من الجبن، يعني خليت الحشو وخليت قطعة جبن. وهاي شكلها بالنهاية، طعمها كلش طيب، هشة وطيبة، يا ريت تجربوها. هسه كملت 3 وصفات سويتها بحشو واحد من برجرايتين بس. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك، ويا ريت تسوون شير للفيديو. نشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية، مع السلامة، باي باي.